ألف مبروك لنادي بيراميدز. نادي بيراميدز النهارده قدر يحقق أول دوري أبطال أفريقيا في تاريخه. نادي بيراميدز كان أفضل، نادي بيراميدز كان أقوى، نادي بيراميدز يستحق البطولة. وخد بالك، مش حبا في نادي بيراميدز لكن كلمة الحق تتقال. نادي بيراميدز اللي خلال 7 سنين قدر يحقق أول دوري أبطال أفريقيا في تاريخه، وكانوا مازال بيضرب بأكذوبة مش عارف مين نادي الدولة وبيكسب بالحكام والكام بطولة جابهم ازاي. الراجل ده بيضرب الأكذوبة دي عرض الحائط. الراجل اجتهد واشتغل وقدر يفوز ببطولة النهاردة عادي خالص اهو، وأول بطولة في تاريخه. والله ما حبا في نادي بيراميدز، انا ولا بحبه ولا بكرهه ولا وما يعني محدش يقول لي حب نادي بيراميدز، لان انت مش هتعرف تغير فكرتي عن ان ده نادي اتعمل مكايده في النادي الاهلي، النادي الاهلي اللي رقم 1 بالنسبه لي. فما ينفعش تقول لي حب نادي بيراميدز، انا لا بحبه ولا بكرهه، والله ما حبا فيه، بس يعني النادي بيراميدز ما يفرقش معايا حرفيا. صدقني لما اقول لك اللي كان هيفرق معايا وكنت هزعل جامد لما يبقى اول بطولتين لصن داونز على حساب انديه مصريه، لما كان يبقى اول نجمتين على تيشيرت صن داونز دوري ابطال افريقيا على حساب انديه مصريه ومن قلب القاهره، واخدينهم من قلب القاهره. بس الحمد لله ده ما حصلش. بيراميدز خلال 7 سنين قدر يمحي اكذوبه الاهلي نادي الدوله والاهلي بيكسب بالحكام. الراجل تعب واجتهد والنهارده هو بيعمل اول دوري ابطال افريقيا عادي خالص. اللي كان هيفرق معايا وكلمه الحق تتقال، والله ما حبا في حد، واحد زي يوروشيتس ده اللي عامل كل حاجه مع نادي بيراميدز ووصل بيه لاعلى بطوله في افريقيا، ما يكللش نهايه مجهوده ببطوله زي دي. والله الراجل ده خلاني اتمنى يبقى عندنا واحد زيه بيدرب الاهلي. بس اللي يضحك في الموضوع ان بيراميدز خلال 7 سنين قدر يحقق دوري ابطال افريقيا وما بيقولش على نفسه ولا اكبر قلعه، وفي واحد بقاله ربع قرن فريقه ما يعرفش يعني ايه افريقيا وبيقول لك على نفسه اكبر قلعه وافريقيا تعرف امجاده. اخيرا وليس اخيرا عايز اقول كلمه واقفه لي هنا، منك لله يا كولا.